مين من الأمهات مش بتسمع كلمة عاوز فلوس عشان أجيب سندوتش بطاطس سوري بعد الدرس، وفلوسنا رايحة على السندوتشات دي؟ حتى احنا واحنا ماشيين في الشارع راجعين من الشغل نفسنا بتروح ليها، يعني الكل متفق على حبها. هنعملها في البيت بطعم لا يعلى عليه، وكمان الأولاد هيحبوها قوي، وكمان مش بتاخد وقت، وممكن أي حد مبتدئ في المطبخ يقدر يعملها. وهقولك على كل الأسرار اللي تطلع معاكي ساندوتش بطاطس سوري خطير بجد. وكمان هنعمل معاها مخلل الخيار السريع بتاع الساندوتشات، وهنعمل كمان معاها أحلى وأطعم تومية أنا دقتها في حياتي، وشوية بطاطس كريسبي من الآخر، يعني من الآخر. ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم إشعار وصفات الجديدة. ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. يلا بينا نسمي الله ونبتدي. اول حاجه هجهزها معايا وهي الخيار المخلل السريع بتاع السندوتشات. هجيب خيار، انا هعمل كميه صغيره بس. جبت 3 خيارات، وصلتهم كويس وقطعتهم الجنبين الاتنين، وبعدين قطعيه بقى سلايز باي طريقه انت عايزاها وباي شكل انت عايزاه. اهم حاجه بس ما يبقاش سمكها سميك عشان تستوي معانا بسرعه. وبعدين هبدا ان انا اجهز كسرولة او طاسه او وok، واحط فيها كوبايتين ميه، وانزل بالخيار، وهنزل عليها بربع كوباية خل ومعلقتين من الملح، وهنقل الطاسة او الكسرولة دي على النار لحد ما يغلو غلوتين اتنين بس. على فكرة هو لونه كان في الحقيقة اغمق من كده، انا مش عارفة ليه الكاميرا اصلا مفتحاه قوي كده. وبعدين هجيب بقى برطمان او علبة عشان احط فيها لمدة نص ساعة بس، مش شرط يبقى متعقم لان انا اصلا مش هركنه. وهبدأ ان انا انزل بالمية اللي انا غليتها دي والخيار اللي انا غليته، وبعدين هحط ورقة لوري فوق، وهقفل البرطمان كويس. ممكن تحطي برضو 3 فصوص من التوم. وبعدين هقلب البرطمان بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، وهركنه كده لحد ما اخلص باقي الحاجات اللي معايا. يلا بينا بقى نعمل اطعم تومية. انسوا اي تومية اكلتوها برا يا جماعة فعليا. هحضر معايا 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم كوباية واحدة من المية، و6 فصوص من التوم. هحط المية، وهبدأ ان انا ادوب النشا مع المية على البارد، وبعدين هنقلها على البوتاجاز، وافضل اقلب فيها لحد ما كلها تبقى كتلة واحدة ولونها يبقى شفاف كده. احطها بقى في الخلاط او عند بلندر، وانزل عليها ب2 علبة زبادي، ومعلقة ملح، ونص معلقة كمون، وربع معلقة سكر، وربع كوباية من الخل، وكوباية من الزيت. هضرب كل ده او هميكس كل ده مع بعض، اذا كان في الخلاط او الهاند بلندر. شوفولي بقى السمك، شوفولي السمك وقد ايه، بسم الله ما شاء الله هي ناجحه. انبهار، انا عن نفسي انبهرت. بعدين هي كده التوميه كده بقى خلصت معايا، هبدا بقى ان انا اقدمها او احطها في حاجه واركنها على جنب. كده انا خلصت الخيار المخلل وجهزت التوميه. فاضل البطاطس. ركزي لي بقى في طريقه البطاطس دي واعتمديها لان هي خطيره بجد. هجيب بقى بطاطس. البطاطس بتاعت السندوتشات دي لازم تبقى كبيره او طويله، ولازم تبقى بطاطس تحمير عشان تبقى مقرمشه معانا في الساندوتش. قطعيها بقى باي طريقه انت عايزاها، بس كل اللي انا عايزاه ان هي تطلع بطاطسايه متساويه، ويكون سمكها كويس. شايفين طالعه معايا متساويه زي كلها على سمك واحد. بلاش ترفعوها، خلوها سميكه شويه. انا استخدمت هنا 3 حبايات كبار من البطاطس. شوفي بقى انت الكميه اللي انت عايزه تعمليها. ال3 دول عملولي 5 سندوتشات كبار من السندوتشات السوري. بعد ما خلصتها بقى كده، انا عايزاكم بس كده تراجعوا مع نفسكم كده. شايفين السمك وشايفين حجم البطاطسايه؟ بسم الله ما شاء الله، يعني حاولوا انك تظبطي ايدك. هنغسل بقى البطاطس دي كويس وننقعها في شويه ميه وشويه ملح، لحد مثلا نص ساعه كده. انا عملتها هي والخيار الاول، وبعدين عملت التوميه، وبعدين بدات ان انا ابتدي بقى في ايه، قليه الزيت، قليه البطاطس. هجيب كميه وفيره من الزيت، هسخنهم كويس جدا، لازم تبقى سخن. وبعدين هصفي البطاطس، وهجيب ازود عليها معلقتين كبار من النشا، وهبدأ ان انا اعفرها. النشا دي هتخليها كريسبي قوي معايا في الساندوتش كده وانا باكلها، وبتديها قرمشه كده وطعم حاجه تانية خالص، وبتخليها خفيفه قوي كده مش طريه، وتشرب من صوص والتوميه والحاجات دي. وبعدين هبدأ ان انا اقليها. احاول ان انا على قد ما اقدر اخليها متوزعه علشان ما تمسكش في بعضها وتبقى شكلها لطيف في الساندوتش. وبعدين هزود عليها رشه ملح. انا رشيت ملح وكمون، ممكن تقدري تضيفي كيس فيجيتار البطاطس او كيس بهارات بطاطس المتوفر عندك.
انا عايزاكم بقى كده تشوفولي بقى شكل البطاطسايه. شوفولي بقى يعني قصده باين عليها قوي قد ايه هي كانت كريسبي قوي. وعلى فكره كل ما تبقى ناشفه كل هي مش هتشرب من صوص التوميه ولا من الكاتشب ولا تتبل من الخيار ولا اي حاجه. شايفين الخيار؟ انا عايزه اقول لكم ان هو فعليا والله شكله لونه اغمق من كده. انا مش عارفه الكاميرا ازاي مطلعه فاتح كده. انا حاولت العب في الاضاءه او الايديت لقيته اصلا لونه كده معرفش فيه ايه. بس هو كان حلو يعني كان لونه غامق وكان حلو. هبدا بقى اجهز كل مكوناتي جنبي وهستخدم عيش. انا كنت طالبه عيش سوري اللي هو عيش الصاج بس للاسف جالي التورتيه فقلت اتس اوكي مش هقف وهكمل. فاي ممكن عيش شامي اصلا وهو الابيض ده. هرص بقى الحاجات معايا في الساندوتش. حط التوميه بطاطس الخيار المخلل واي نوع جبنه بقى عندها ميكس جبن رومي على شيدر على موتزاريلا اي نوع جبنه متوفر عندك. هعمل معاكم كام من واحد. ادي الطبقه من التوميه وبعدين هرجع احط طبقه من البطاطس. شايفين البطاطس وشايفين لونها يعني بسم الله ما شاء الله. كده احط الخيار المخلل. ممكن تحطي هالبينو بقى ممكن تحطي زيتون اي ميكس مخلل انت عايزاه تحطيه او متوفر عندك او تفضليه. ممكن تضيفي كاتشب زي ما انا ضفت. ممكن تقدميها مع كاتشب. ممكن مايونيز اي صوص بتحبيه. لو عايزه تلغي التوميه خالص الغيها بس التوميه دي حاجه جامده من الاخر طعمها حلو قوي التوميه. الساندوتش ده ماشي قوي مع التوميه. هبدا اعمل الخمس سندوتشات اللي معايا هنجهزهم يعني وتعالوا بقى هنشوف هنكمل وهنعمل ايه. زي ما قلتلك اي نوع عيش عندك استخدميه. هجيب بقى يا اما جريل يا جريل يا طاسه عاديه زي دي هدهنها من زيت من تحت وهرص فيها السندوتشات وهدهنهم دهنة زيت وهبدأ ان انا اغطي عليها وهدي دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده ودقيقة على الجنب. يعني الدور هياخد منك 3 دقايق او السندوتش هياخد منك 3 دقايق وبس. قدميه بقى بألف هنا وشفا طبعا. جربوه سهل بسيط. هو مفيش هي بقى تحمري بطاطس وممكن تجيبي اصلا التوميه دي جاهزه وكده يعني انا حمرت بطاطس واي مخلل موجود عندي واي شويه جبنه في التلاجة. كده انا عملت ساندوتش بطاطس سوري اللي الاولاد دوشنا بيه طول الوقت. ما تنسوش تقولوا رايكم تحت في الكومنتات عايزه اسمع رايكم. حاولوا ما تكسروش يا جماعه وتعملوها للاولاد وتفرحوهم. تنفع اصلا وجبه غدا ينفع اصلا تعمليه وتلفوهوله كده وتديهوله معاه وهو رايح الدرس. استودعكم الله.